انت عمرك حسيت انك بتجري ورا النجاح ولما وصلت له اكتشفت انك كنت بتدور على نفسك؟ آدم قاعد في كافيه هادي على البحر، الكوباية فاضية والموج بيلعب في ودنه زي نغمة هادية. بص البحر وساكت، بس في عينه في كلام كتير. جنبه ليلى صاحبته اللي كانت دايما بتسأله هو انت بتجري ليه كده؟ فاكرة أول مرة حكيت لك إني حاسس إني تايه؟ كنت متخيل إني لازم أعمل حاجات كتير عشان أحس إني ناجح، بس دلوقتي أنا مرتاح، مش عشان وصلت، لأ، عشان فهمت. شدت كرسيها جنبه وقالت له فهمت إيه؟ بدأ يحكي كأنه بيرجع شريط رحلة حياته. فاكرة لما كنت دايما بلوم الناس؟ أول عادة علمتني إن اللي في إيدي أكتر بكتير من اللي في إيدهم. لما بقيت مبادر الدنيا بدأت تستجيب ليا بدل ما استناها ترضى عني. ولما بدأت أكتب أهدافي بوضوح، مش بقى عندي شوية حاجات في دماغي، لأ، بقى عندي رؤية، بقالي ملامح، وده كله من عادة ابدأ والنهاية في بالك. ضحكت وقالت له يعني بقيت منظم أكتر من كده، بقيت أعيش على أولوياتي مش على اللي بيجري حواليا. عادة الأهم قبل المهم خلتني أعرف أقول لأ وأركز على الحاجات اللي بتبني مش اللي بتلهي. وفي عز الزحمة بقيت أدور على كسبان كسبان، بقيت أشتغل مع الناس مش ضدهم. عادة فكر مكسب للجميع خلتني أبني علاقات مش بس شغل. ولما بقيت أسمع مش أرد، لأ، أسمع بجد، فهمت الناس، فهمت نفسي. دي كانت عادة اسعى أولاً لفهم الآخرين، ودي غيرت كل حاجة بيني وبين اللي حواليا. وفي وسط كل ده، لما بدأت أشتغل مع فريق حقيقي مش شوية ناس بيشتغلوا جنب بعض، فهمت إن التعاون الحقيقي مش بيتبني من غير التآزر. عادة التآزر هي سر القفزة اللي حصلت لي في شغلي. بس اللي خلى كل ده يستمر إني اتعلمت أشحن نفسي، راحة، تأمل، شوية ضحك، رياضة. عادة سن المنشار علمتني إن الراحة مش ضعف، دي قوة. ليلى بصت له وقالت يعني أنت اتغيرت فعلا؟ ضحك وقال أنا بقيت أنا، مش نسخة بتهرب من ضغط ولا نسخة بتجامل الناس. أنا اللي جرب وتوجع وافهم وبدأ من جديد. يا صاحبي الجميل، كل عادة من دول مش مجرد نصيحة، دي كانت طوبة في طريق طويل. وأنا كنت فاكر إني بدور على النجاح، بس طلع أنا كنت بدور على آدم. أنت بقى حاسس إنك فين دلوقتي من السبع عادات؟ شايف نفسك في أنهي محطة؟ اكتب لي في الكومنت لو مريت برحلة شبه دي واحكي لي. يلا بينا نكمل مع بعض. النجاح مش في الوصول، النجاح إنك تعرف أنت مين وتعيش بسلام حتى وانت بتكمل الطريق. صاحبك الجميل بيحول كل كتاب لحكاية.